السلام عليكم. النهاردة هنعمل طريقة حلوة جدًا للفول، سواء للسحور أو الفطار. هي طريقة حلوة جدًا وسهلة، وإن شاء الله أطفالِك لو مش بياكلوا الفول هياكلوه بعد الوصفة دي. أول حاجة معايا طاسة هنحط فيها شوية زيت، هنولع النار وسط، هنسيب الزيت يسخن بس شوية، وأول ما الزيت يسخن على طول هاضيف فلفل رومي، معايا فلفلاية رومي، وهاضيف كمان فلفلاية شطة. الشطة هنا اختياري. هنقلبهم بس كويس جدًا مع بعض لحد ما يدبلوا. بعد كده هنضيف الطماطم، طبعًا معايا هنا طماطماية متقطعة قطع سواء صغيرة أو كبيرة عادي. هنسيبها تدبل بس شوية، بعد كده هنضيف عليها التوابل. هاضيف طبعًا كمون وشوية ملح. هاسيبها بقى دلوقتي تتسبك كويس جدًا أو تغلي غلوتين مع نفسها، وبعد كده هانزل بالفول. هنا بقى هي خلاص اتسبكت وبدأت تطشطش كده، خلاص هابتدي بقى هنا أنزل بالفول، لمّا أحس كده إن السمنة بدأت تظهر من الجناب. سواء بقى انتِ حاطة سمنة حاطة زيت زيي، طبعًا اللي يريحِك. هانزّل بقى دلوقتي الفول وهاسيب الفول ياخد من طعم الطماطم والفلفل، يغلي معاهم شوية بس كده، بعد كده طبعًا هاقدّمه بألف هنا وشفا. هنا خلاص الفول استوى، هنقلّبه بس تقليب بسيط كده وهنطفي عليه النار وهنقدّمه. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، يا رب تجربوها في أقرب وقت إن شاء الله. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم، مع السلامة. فضلًا وليس أمرًا إنكم تدعموني في القناة وتعملوا لي لايك واشتراك، وإن شاء الله أتمنى بس تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات في أي وصفة انتوا عايزينها مني، وإن شاء الله هعملها لكم في أقرب وقت ممكن.